ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه جديده. والنهارده هنعرض شقه في وقت قليل، ولكن في افكارها مختلفه تماما عن اي تصميم شقه شفناها قبل كده. بقول شابوه للعريس والعروسه والذوق العالي جدا، ومصمم الديكور اللي عامل ديكور الشقه هنا. فكره ان انا بعمل شقه مش زي حد دي بتعجبني جدا، حتى لو الفكره مختلفه او بره الصندوق. حطوا لنا لايك لامر النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا. شقه النهارده بجد ممتعه، كل فيديو بنعرضه هتاخدوا منه فكره مفيده في الديكور، في الاساس، في الالوان. بصوا هنا ده انتريه مختلف تماما عن اي انتريه انت ممكن تشوفيه. داخل فيه الاستانلس. بصوا شكل الكنبه الكبيره والفتوهات. البرقع سيمبل جدا، النجف مفيش تفاصيل كتير في الشقة. لسه بقى هنشوف حاجات في الشقة أنا شخصيا عجباني قوي، وعجباني البساطة، وإن أنا أعمل. بصوا المراية دي، المراية دي مش كلها دايرة واحدة، ده دايرة جزء أهو في الريسبشن، والجزء التاني في آخر الكوريدور. بصوا أده أهو، ده جزء أهو اللي حضراتكم شايفينه، حلو قوي بالإضاءة بتاعتها. بصوا الترابيزة بتاع التلفزيون سيمبل قوي، داخل فيه اللون الجولد مع الاسود. ودي المرايه اهو، شايفين جزء المرايه والجزء التاني فين؟ في نهايه الكوريدور. حلو قوي الفكره. ده الحمام اللي في الصاله. وبصوا هنا، بصوا البارتيشن ده تحفه. ده في مدخل الشقه مرايه عموديه كده، وضلفه دي بقى لو جاكيت تقيل وانتي داخله، لو الشنطه بتاعتك عاوزه تحطيها. حلوه قوي فكرتها، عجباني. مع هنا مع الجزامه اهو. فكرة حلوة جدا وانت داخلة في اول الشقة. جزء ممكن تحط فيه الشوزات بتاعتك، والجزء وبعدين الضلفة نفسها شكلها شيك قوي، مش بتحس ان هي جزامة. بصوا كمان المرايات هنا مع الكرسي ده. فكرة وجود مرايات حلوة قوي، عجباني اكتر من وجود طابلوهات كتير. المراية بتدي اتساع وبتبقى شكلها حلو، وكمان مش مكلفة. بص شكل البارتيشن ده، تعمل مكتبة بقى تحطي فيها كل اللي انت عاوزاه بشكل شيك، وبفصلك بقى عن المطبخ ده. بصوا بقى تصميم المطبخ رائع، هنرجع له دلوقتي. بفصلك عن باقي الشقة. بصوا المطبخ مفتوح تحفة. بصوا جمال المطبخ، تصميمه حلو جدا. الأرفف بتاعته، الضلف بتاعته مش بشكل تقليدي. هنا الحمام اهو، ده الحمام التاني غير حمام الضيوف اللي في الأول، مش شفناه في الأول. اللون الرخام ده دايما من الألوان اللي بتنور أي مطبخ أو أي حمام، حلو قوي. البساطة في تصميم الشقة، وفي الآخر أنا واصلة لعفش غير مزعج، مش كتير. شقة مريحة، فكرة مختلفة، أو أنا بيتي مختلف. بصوا هنا الصالون سيمبل قوي، مع السجادة بتاعته، ومع فوتيه تاني بلون درجات البنك، مع ترابيزتين سيمبل جنبهم مكتبة تلفزيون. مفيش أبسط من كده. بصوا الجبسون بورد، مفيش فيه أصلا شغل خالص في الأجناب في الجبسون بورد. قد ايه الانتريه سيمبل. بصوا الستاره والجزء فيها لون الكافيه زي الاطار بتاع الصالون، والسجاده سيمبل قوي. دي مكتبه، مفيش ابسط من كده. الفيديو ده لعشاق البساطه فعلا، لان الشقه تحفه. اكتبوا لي رايكم بقى. بصوا كمان ترابيزه الانتريه عامله ازاي. اكتبوا لي رايكم في الشقه دي. هل التفاصيل دي من الديكور، او التفاصيل دي من التصميم بتعجبكم اكتر، ولا بيعجبكم اكتر حاجه بتعجبكم ايه في العفش دلوقتي؟ هل الستيل، هل المودرن، هل الكلاسيك، هل المزج بينهم، هل افكار جديده زي ما احنا شايفين كده؟ بصوا جمال المطبخ وتصميمه. في بلكونه طبعا في المطبخ. بصوا هنا الميكرويف والفرن اهو. بصوا هنا نيش كامل جوه المطبخ بتصميم رائع. الشباك والفيو ورا الحوض اهو. بصوا الجمال. درجات الاوف وايت او الفانيلا، وبس درجات حاجات احمر كده بس، اكسسوارز او بصوا فناجين دي. بصوا حاجات بس تديني عكس لون. بصوا بقى الجمال هنا. دي بقيه اوض النوم، دي اوضه تانية اهي. بصوا الاوضه دي الاوضه الماستر. بصوا جمال والاختلاف هنا في تصميم الاسود، تحفه رغم بساطته. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم واستفدتوا منه ولو بفكره. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه. مستنيه رايكم في الكومنتات وتعليقاتكم ولايكاتكم القمر. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقه جديده. بصوا شقه قمر حرفيا. بصوا اوضه النوم عامله ازاي، تصميم مختلف بكل التفاصيل.